جماعه في نادي اسمه الاهلي. هناخدكم ونطير للجزيره في القاهره ونقول النادي الاهلي اتاسس في 24 ابريل 1907، وكان في الاول لطلبه المدارس العليا بيقضوا فيه وقت فراغهم وبيمارسوا الرياضه اللي ما كانش من ضمنها الكوره على فكره. هو اول نادي للمصريين في مصر. في 1907 بدا اقتراح تاسيس النادي الاهلي من عمر لطفي بيك وامين سامي باشا وادريس بيك راغب وميشيل انس. وبعد اقتراح الفكره الكل تحمس، مصطفى كامل وطلعت حرب وسعد زغلول. وسعد زغلول هو اول رئيس شرفي للنادي، وبعد اجتماعات اتعمل النادي ب 5000 جنيه مصري بس يا بلاش. وفي 1909 كان الافتتاح الرسمي للنادي، وكمان انشأوا اول ملعب كرة قدم في النادي وكان اسمه الحوش. وفي 1911 بدأ عمل اول فريق كرة قدم للاهلي، وكان اول كابتن للنادي الاهلي احمد فؤاد نور. ودي اسماء اول فريق للاهلي، عندنا كل حاجة، وابرزهم كان حسين حجازي. وفي 1909